السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في طبق جديد من اطباق شيماء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنتمنى يدخل عليكم هذا الشهر ان شاء الله بالصحه والسلامه. وبالمناسبه ديالو غادي نقدم لكم هذا الكراتان اللي كيجي غزال غزال بزاف. عرفتوا راه واحد البنه فيه واحد المذاق راه خيالي، ما تقدروش زعما تصوروه غير الا جربتوا هذه الوصفه هذه. تقدروا توجدوه في سواء الفطور ولا السحور، راه كيجي خفيف وزوين بزاف. يعني الناس اللي ما كيعجبهمش هكا بالليل ياكلوا الطواجن ولا، راه كيجي غزال غزال بزاف. غير جربوه ما غاديش تندموا، وحتى الوليدات الصغار غادي يحماقوا عليه بزاف. ونخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير وبلا ما نطول عليكم الفيديو. اول حاجه غادي نديرها، غادي نشحر واحد البصله هكا كبيره ولا جوج بصلات متوسطين. غادي نشحرهم في واحد المقيله مع شويه الزيت، وغادي نخلي البصله حتى تنزل. ملي كتنزل ديك البصيله كنزيد عليها 5 ديال الفصوص ديال الثوم، يكونوا شويه يعني ما بين وبين. كنزيدهم عليها وكنزيد عليها شويه ديال الملح وكنستمر في التحريك. من بعد غادي نضيف عليها صدر ديال الدجاج مقطع مربعات. هنا بالنسبه لصدر الدجاج فخديت 20 درهم تقريبا 250 غرام. غادي نحرك مع ديك البصيله حتى كيطيب مزيان وكيرجع اللون ديالو بيض، يعني كيدخلوا الطياب مزيان. عاد غادي ندير له العطريه اولا التوابل. بالنسبه للعطريه فهنايا درت معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، وغادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال زريعه القزبور. وغادي نستمر في التحريك حتى كينسجموا دوك المكونات. غنزيد على هادشي معلقه كبيره ديال الطماطم مصبره ولا مطيشه الحك، وغادي نستمر في التحريك. هنايا كما شفتوا زدت الربيع مقطع، وغادي نزيد عليه ياغورت طبيعي. بالنسبه اللي ما عندوش يعني الكريمه، الا كانت متوفره الكريمه ديروها، ما كانتش كتعوضوها بالدانون طبيعي، راه كيجي حتى هو لذيذ بزاف. هنايا الحشوه ديالنا راه كتكون وجدات. صافي غادي نحرك هذوك المكونات اللي بقاو، وغادي نطفي عليها، ما نخليهاش تنشف بزاف باش تبقى كريميه وتجي لذيذه. غادي نخليها في جنيب كما قلت لكم، وغادي نمشي نقلي بطاطا مكعبات صغار. فبالنسبه للبطاطا تقدروا تقليوها في الزيت، وتقدروا ديروها في يعني تشوها في الفران. كدهنوها بشويه الزيت وكتدخلوها الفران على عافيه مهيله
حتى كطيب على خاطرها وكتهبطها لتحت باش يعني تقرمل وكتبقاو مقابلينها. فانا بالنسبه ليا بغيت نقليها حيت فاش كتقلى واخا مضره بالصحه ولكن المذاق ديالها كيجي لذيذ. فبنادم مره يتهلا في راسو شويه ماشي مشكل. هنايا غادي ناخذ اللاطه ديال الكراتان وغادي ندير عليها ديك بطاطا كلها غادي نستفها من التحت وغادي نضيف عليها الحشوه من الفوق وغادي نستفق منها الجبن ديال الساندويتش اللي كيجي مربع حيت ما بقاليش الجبن الاخر بزاف. بالنسبه اللي عنده متوفر فيقدر يديرو. هنايا غادي نستف الحشوه كما كتشوفوا غادي نطلقها فوق هذيك البطاطا وغادي نضيف الجبن كما قلت لكم وغنخليها في جنيب باش نوجد الصلصه ديال البيشاميل اللي غادي ندير فوق منه. بالنسبه لاصوص بيشاميل انا بالطريقه اللي كندير في الدار يعني اللي كنديرو حنايا في الدار. غادي ندوب الزبده وغادي نطفي عليها غادي نضيف عليها نص لتر ديال الحليب وجوج معالق ديال النشا جوج معالق كبار ديال النشا وغادي نحركهم مزيان باش ما يديرليش داك الكويرات. راني طافيه على العافيه نحركهم مزيان كما شفتوا باش ما كيبقاو لا كويرات لا والو. غادي نضيف عليها الملحه والابزار وشويه ديال الكوزه محكوكه يعني غير شويه ما كنديرش بزاف غير باش كتنسم. وعاد غادي نشعل عليها وغادي نخلطها حتى كيولي القوام ديالها يعني كيعقد. عاد باش غادي نضيفها فوق داك الكراتان كتجي لذيذه بزاف بالنشا احسن من الطحين وكتجي رطبه بزاف يعني بحال شي كريمه. هنايا كيكون البشاميل وجد صافي غادي تطفيو عليه وغادي تكبوه فوق داك يعني فوق داك اللاطه اللي صوبنا. غادي تدخلوها الفران من الفوق حتى يبدا يتحمر يعني من الجنيبات ديالو كتكون بحال واحد القشره من الفوق. غادي تهبطوها لتحت وغادي تحمروها عاوتاني ديك الطبقه الفوقانيه غادي تحمروها مزيان وصافي هكا كيكون طاب حيت كلشي فيه طايب يعني ما غاديش يشد لكم بزاف ديال الوقت وراه كيجي غزال ولذيذ يعني ما غاديش تسخاو بها غير غتجربوه المره الاولى اكيد غتوليو تعبدوها حيت راه المذاق ديالها رائع بزاف يعني ما غاديش تسخاو بها حتى راه كيبقى البنه ديالو كتبقى في الفم. الى عجبكم هذا الفيديو متنساونيش من اللايكات ومن التعاليق واللي مازال ما اشترك يشترك في القناه ويضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. والى اللقاء في الفيديو القادم كنتمنى نلقاكم في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله.